صوت الرومانسية والحب منذ خمسينيات القرن الماضي، فهو فتى مصر الأول والمعبر عن شبابها، وصوت الثورة والمقاومة والقومية العربية. العندليب الأسمر، المطرب والفنان عبد الحليم حافظ. ما اقدرش اخلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي. أصبح رمزاً وتحول لأسطورة في أقل من 25 عاماً قضاها بين فنه ومرضه حتى رحيله. بصلي قرب كمان، قرب هنا جنبي وهات شوقك على شوقي، وهات حبك على حبي. احتضنت محافظة الشرقية مولد العندليب عبد الحليم حافظ، وملأ الكون بكلمات أغانيه الراقية وصوته الدافئ، فذاع صيته. أحبه الملايين حتى أصبح من أبرز عمالقة الغناء في القرن العشرين، واستطاع أن يتربع على عرش الغناء والتمثيل معا. أفتكر كورنيش النيل يبقى طراوة دلوقتي. مش معقول. طب وجبل المقطع؟ معرفش والله. أمال الواحد يروح فين بس؟ شيء يحير. يحير قوي. الحقيقة انتوا شقتكم ما تتسكنش ابدا. عشان ابني يعني؟ والشمس بتضرب فيها طول النهار. نعمل ايه بقى؟ أمرنا لله. حقكم تعزلوا كده؟ والله فكرة، لما أروح أقول لماما. قدم العندليب الأسمر على مدى مشواره الفني العديد من الروائع الغنائية مع كبار الملحنين، وبلغ رصيده الغنائي أكثر من 230 أغنية تميزت بالإحساس والعاطفة، منها أغنية توبة، يا خلي القلب، جانا الهوى. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا، ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى. أغانيه الوطنية عبارة عن ملحمة يجدو بها أشعار تشجع الشعب على الصمود أمام الصعاب. وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. اللي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة. انت كبير واكبر كتير من الوجود كله، من الخلود كله يا وطني. الابتهالات الدينية كان لها مذاق خاص مع العندليب، منها أنا من تراب وعلى التوتة. عيونك سهرت لياليا لياليا، وطالت أيامي طالت أيامي. حظيت السينما بتألق الفنان عبد الحليم حافظ على شاشتها، حيث شارك في العديد من الأعمال السينمائية المتميزة، والتي تركت بصمة واضحة لدى جمهور الوطن العربي. فقام ببطولة ما يقارب 16 فيلماً، ومن أشهر أفلامه يوم من عمري، معبودة الجماهير، فيلم دليلة، والذي يعد أول فيلم مصري ملون بطريقة سكوب. كذاب كذاب حلو كذاب، ليه صدقتك